مرحبا بكم في قناتي اللي هي طرافي الود لبنى. هي قناتكم تتفاعل بسببكم. شكرا خاص لكم كاملين على الدعم ديالكم، وبالفضل ديالكم تنزيد من الكثير من العطاء ديالي. تنتمنى من الله من الوجهه ديالي اليوم تكون تنال الاعجاب ديالكم وكدوزوا العطله ديالكم في احسن الاحوال. انطلاقه اليوم ديالي ان شاء الله غتكون من قصبه مهديه، وكنتمنى من الله تنال اعجابكم هذه الرحله ديالي. تقع قصبة مهدية عند مصب نهر السبو قرب مدينة قنيطرة، وتعد من أقدم المعالم التاريخية في المنطقة. شيدت في عهد السلطان الموحدي عبد المؤمن بن علي خلال القرن الثاني عشر، وعرفت خلال العهد العلوي خاصة في فترة المولي إسماعيل أعمال وترميم وتوسعة. ورغم خمود تاريخها يرجع أن موقعها كان مأهولا عند العصر القرطاجي. تعاقبت على القصبة قوة استعمارية أبرزها البرتغاليون سنة 1515 والإسبان سنة 1614، الذي أطلق عليها حينذاك اسم سان ميغال دي أولترامار. وبعد تحريرها من طرف السلطان العلوي أصبحت تعرف بقصبة مهدية، ولحد الآن مازال كتطلق عليها قصبة مهدية. قربنا من شاطئ مهديه، كل ما كنشوف البحر تنشتاق لاجواء الصيف. شوفوا المنظر تبارك الله شحال زوين هنايا. هذا الشاطئ كيعاني من الاكتظاظ بزاف في فصل الصيف، حيث هذا الشاطئ هو القريب لساكنه قنيطره ومهديه وسلا. وان شاء الله كنوعدكم ان شاء الله في فصل الصيف غندير لكم واحد الخريجه زوينه ان شاء الله. سميت سيدي بوغابة بهذا الاسم نسبة إلى الولي الصالح، ويعتقد أنه كان كيعيش في هذه المنطقة بالضبط اللي كنت واجد أمامها أنا، ويدعى بسيدي بوغابة. وتشير التقاليد المحلية أنه هذا الضريح اللي أنا فيه دابا كنوريكم أنه سيرجع ليه، والله أعلم. ويحظى بتقدير واحترام السكان الذين كانوا كيزوروه في هذه الوقيته وقبل للتبرك والدعاء ليه. واسم بوغابة يمكن تفسيره كذلك لغويا على أنه أبو الغابة، أي الرجل المرتبط بالغابة، لما أنه كان كيعيش في وسطها وكان تيحميها وكان تيحرسها. يبان لكم اللاك ديال بوغابة. كتشوفوا هاد المناظر كتبدا تحس بواحد المنظر زوين بزاف، واحد الراحه، والحمد لله على عطايا الله كثيره ما يمكنش تعد ولا تحصى. شوفوا على منظر شحال زوين. وهذا اللاك العام اللي فات بدا تيتقل فيه المياه بواحد الشكل بزاف، والحمد لله بسبب هاد الامطار الاخيره اللي شفنا هذا العام رجعت فيه الحيويه، وكان لها اثر ايجابي فعلا. انعاش الفضاء البيئي واعاده الروح ليه والى التنويع البيولوجي بعد عده سنوات من الجفاف. تراقبوا الرحله ديالي اليوم وتشوفوا شحال فيها ديال بزاف ديال الاجواء زوينه. كما كتشوفوا معايا انا حطيت الوبله ديالي وجدت المعدات ديالي، واخا نسيت القراده ضروري تكون شي خريجه تتنسي فيها شي حاجه. الحال وجدت الكفيسه ديالي غنحطها تشوى، الكبيده ديالي ها هي تصهدات، البريريت ديالي راه وجد. هو اللي كتوحم تسمح لي هادشي اللي عطا الله. خليكم معايا ان شاء الله، وتنتمنى الرحله ديالتي تنال الاعجاب ديالكم. وشكرا على اعين اي مشاهد كما كتشوفوا ها القراده ديالي. ايوا كتشوفوا انا كنت التجهيزات ديالي تندير الشواء ياك. وهذا الشواء تيفكرني في واحد الطفوله. عرفتي في الطفوله ديالي كنت فين ما تيكون الاجواء ديال العيد كبير كنت ديما عندي كنخطف واحد الكبيده، كنبقى ندور نخطف الكبيده لعند الاب ديالي، ومن هنا كندير ليه واحد ديديكاس في الوالد ديالي. دابا يشوف الفيديو غنقول ليه كومونتير ضروري يشوف الكومونتير ديالو. ايوا وخليكم معايا. هنا دابا حاليا انا كنوجد دابا ان شاء الله تشوفوا الاجواء كيفاش تجي في الاخر، واش انا حابقه ولا والو.
محمية سيدي بوغابة هي محمية طبيعية تقع قرب مدينة قنيطرة في شمال الغرب المغرب، وتعد من أهم المناطق البيئية والسياحية في المنطقة اللي كتعتمد عليها. وتمتد المحمية على مساحة واسعة كتضم غابة كثيفة وبحيرة مياه عذبة جميلة جدا، وهي تعتبر ملاذ للعديد من الطيور المهاجرة خصوصا في فترة الخريف والشتاء. وأهم ما يميز هذه الغابة التنوع البيولوجي الذي يحتوي على أنواع كثيرة من الطيور المهددة بالانقراض مثل الفلامينغو، البط، القلاق وغيرها من الطيور. وكما ان هذه البيئه الطبيعيه كتمتاز بغابات كتمتاز باشجار الكاليبتوس والصنوبر وعديد من الاشجار، والبحيره تتوفر على مياه مساعده لتوالد الحيوانات والنباتات كذلك. وانشطه سياحيه كيمكن بالنسبه للزوار الزوار يمارسوا الهوايات ديالهم بحال الناس اللي عندهم شغوفين بسميتو بالتصوير ديال الطيور، والناس اللي كيتمشاو ويحاولوا يجيو يستنشقوا هواء خالي من التلوث، وركوب الدراجات، قيام بنزهات عائليه، طيبوا الماكله ديالهم. وكنصح الناس من يساليو ويجمعوا المسائل ديالهم كامله. كما تعد سيدي بوغابة موقع تربويا بيئيا حيث تنظم فيه برنامج للتوعية البيئية لفائدة الأطفال والطلبة. وكتمتاز هذه المحمية سيدي بوغابة بالرطوبة المعتدلة المرتفعة طول العام بسبب موقعها القريب من المحيط الأطلسي، ووجود بحيرة مائية وسط الغابة تتراوح الرطوبة ديالها ما بين 70% حتى 90%، وتكون أعلى في الصباح وأثناء فصل الخريف والشتاء. شوفوا الجو كي زوين، وشوفوا هاد البطه اللي تابعينا وليداتها. شوفوا على منيدر شحال زويون. كاين عاوتاني كاين حتى الفكارن هنايا، هما كاينين الكيرنات هما كيتحركوا هنايا. والبطه غادي وتتقرب عندي. اجو وهكا تتكون القبيله ديال الوجدات. يكون معايا ان شاء الله ندوقو شويه. تنشيط كي جاتكم الطويبله ديالي، ودابا غندوق معكم. يا سلام، مع هاد الاجواء رائعه، عندها واحد الطعم خاص واعر بزاف. ومع الكبيز ديالها حتى يتكمل الطعم ديالو. الله بسم الله. اللحظه ديال الفيديو ديالي وصلت للختام ديالها. تنتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديالي. ما تنساونيش بلايك كومونتير وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. وعندي لكم مفاجاه ان شاء الله في السيمانه الجايه، واحد الرحله لواحد المدينه عندها بزاف ما يتقال فيها، وتنتمنى من الله يوصلني ان شاء الله بالسلامه لديك المدينه. وعندي لكم فيديو جديد، ترقبوا جديد ديالي. مع السلامه.